عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل حاجة مختلفة. هنتبل كذا تتبيلة للفراخ، وهنسيبها في الفريزر ونخرجها على التسوية. هتساعد جدا في ايام الدراسة والشغل، ولو في اولاد مع الشغل بجد هتفرق جامد. ولو عجبكم النوع ده من الفيديوهات عرفوني عشان نعمله كتير. الاول هنبتدي بستريبس الفراخ. انا المقادير بالظبط هكتبها كلها في الديسكريبشن بوكس. هبتدي الاول بالستريبس. الستريبس ده انا مستخدمه في التندر لاين، اللي هي الموزة بتاعة الصدر دي. بس لو مش موجودة وفي مثلا كيلو صدور على بعض، فعادي هنقطعه عادي بالطول ويبقى كده تمام. موجود عند الموجود يعني هنمشي بيه. بس انا كان عندي كمية، فعشان كده جمعت اللي هي الموزة دي من كل الصدور، وقلت ان انا اعمل بيها الستريبس، عشان الصراحة بتبقى جوسي شوية عن الصدر نفسه يعني. بس لو مش موجودة عادي مفيش مشكلة. عندي هنا اللبن رايب، ممكن برضو نبدله بكوباية زبادي، ونزود الزبادي ده بشوية لبن انه يبقى سايل شوية. مفيش لا زبادي ولا لبن رايب، ممكن اللبن نفسه نحط عليه ليمون او خل ونسيبه يروب مع نفسه شوية، وبعد كده نبدأ ان احنا نستخدمه. عندي بيضة ودقيق نشا، معلقة صغيرة ملح، بابريك، بصل وتوم باودر، فلفل اسود، وبهارات فراخ وتوم مفروم. هخلط المكونات مع بعض، وهحط الفراخ في كيس واقفله، واحطه الاول في التلاجة، وبعد كده هحطه في الفريزر مثلا بعديها بساعتين او حاجة. بعد كده عندي تتبيلة الشيش طاووق. التتبيلة دي بجد اكتر تتبيلة جربتها، بتخلي الشيش طاووق في حتة تانية خالص. عندي زبادي ومية فوارة، سماق وكزبرة، ملح، فلفل وبصل وتوم باودر، بابريكا، جنزبيل، شطة، وعندي توم وليمون وزبدة وصويا صوص ونص بصلة وصلصة او كاتشب. هنخلط المكونات مع بعض، وبعد كده هبتدي ان انا احط قطع الشيش طاووق. طبعا انا هعمل فيديو لكل حاجة من دي، بطريقة التسوية وطريقة تقديمه. يعني كل حاجة منهم هعمل لها فيديو لوحده ان شاء الله بعد كده. انا دلوقتي حطيت برضو شيش طاووق في كيس وقفلته وحطيته في التلاجة، وبعد كده هبقى اطلعه على الفريزر بعدها بساعتين مثلا. كده هندخل في بقى طاجن الفراخ بالبطاطس. انا بحب برضو اتبل الفراخ على اساس ان انا هخرجها على التسوية على طول. وهنا بقى ممكن ما ببقاش استنى ان هي تفك خالص، ممكن هخرجها على الطاسة على طول اصلا. وبرضو هنعمله مع بعض في فيديو منفصل. التتبيلة بتاعتها هستخدم ليها بصل، فلفل مفروم، وثوم مفروم، وعندي كمون، فلفل اسود، بابريكا، كزبرة وملح. هنخلطهم مع بعض ونعمل الصدور الفراخ كده مساج بيهم، وبرضو هضيفهم هحطهم في كيس وعلى التلاجة ساعتين، وبعد كده اطلعها على الفريزر. بعد كده هندخل على التندوري. عندي زيت وليمون وزبادي، كمون، كزبرة، كركم، ملح وجرام مسلة وفلفل احمر كشميري
ولو مش موجود عادي ممكن نستخدم البابريكا، توم وجنزبيل. واللون الاحمر اللي هو بتاع الطعام ده اختياري، لو احنا عايزينها تبقى زي المطاعم بره لونها احمر قوي كده ممكن هنضيف من اللون الاحمر لغاية ما يديني الدرجة اللي انا عايزاه. وابتدي ان انا احط عندي الاوراق او الصدور. انا هنا استخدمت ميكس بصراحة. هحطهم، بس انا هنا يعني استخدمتهم من غير عظم، مخليين. هبتدي ان انا اغطيهم بالتتبيلة، وبعد كده هحطهم في كيس وبرضو على التلاجة ساعتين، وبعد كده هطلعهم على الفريزر. عندي بقى هنا تتبيلة السويت اند ساور. انا ضفت بس ملح وفلفل وصويا صوص وخل. وقلبت الفراخ، قطع الفراخ المكعبات قطعتهم مكعبات، وبعد كده خلطتهم بالتتبيلة، وهحطهم برضو في كيس وهدخلهم التلاجة وبعد كده الفريزر. بعد كده زنجر الفراخ. عندي كوبايتين زبادي، او مفيش زبادي وفي رايب هنستخدم رايب، برضو مفيش لا ده ولا ده هنستخدم عادي جدا اللبن، ونحط عليه ليمون او خل، هنسيبه يروب وبعد كده هنستخدمه. عندي ربع كوباية هوت صوص، ودي مخلل خيار، توم، بصل باودر، مرقة دجاج، مستردة، جنزبيل، ملح وفلفل اسود. هنخلط المكونات كلها مع بعض ونحط عليهم ونبتدي نحط الفراخ، نغطيها كويس قوي بالتتبيل، نحطها في كيس وعلى التلاجة، بعد كده الفريزر بعدها بساعتين. اخر حاجة عندي الشاورما. هحتاج ليها برضو زبادي او رايب او اللبن بخل او ليمون، زيت زيتون، دبس رمان، توم مفروم، وصلصة، خل، ليمون، صويا صوص، فلفل اسود، زعتر، بصل وتوم باودر، جنزبيل، بابريكا، شطة، كركم وكاري وهيل وقرنفل، قرفة. التوابل طبعا دي كلها هبقى كاتباها بالظبط في المكونات كلها، هبقى كاتباها في الديسكريبشن بوكس. ولو في تابل من التوابل دي ناقص مثلا عادي خالص هنشيله هنستغنى عنه. وهنضيف المكونات كلها على بعض، وهكون عندي مقطعة الفراخ شرايح رفيعة. هبتدي ان انا اغطيها بالتتبيلة كويس قوي، بعد كده هحطها في كيس وهدخلها على الفريزر بعد التلاجة طبعا تقعد فيها ساعتين. وبس كده. يا رب اكون افدتكم في الفيديو ده. 7 انواع عملنا كده، 7 انواع تتبيلات. يا رب اكون افدتكم، وقولوا لي رايكم في النوع ده من الفيديوهات. ويا رب تعجبكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.